الساعة 4:30 الصبح، الدنيا لسه نايمة والهدوء لافف بيوتنا، بس جوه قلب كل واحدة فينا في شعلة بتنور مع أول خيط للفجر. الوناسة تنور والراديو الخشب العتيق يبدأ يطمن البيت بصوت الشيخ رفعت. دي اللحظة اللي بنستمد منها القوة، لحظة الصلاة والسبحة والدعوات اللي طالعة من القلب قبل الشغل. افتح الشيش ألاقي هناء جارتي وصاحبتي مستنياني بابتسامة فجرية. ازيك يا منيرة؟ عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. مع نسيم. علشان نبدأ نجهز الوجبات. السبت بتاعنا ما كانش بس للطلبات، ده كان مرسال الحب. تبعت لي الحلل الألمونيوم علشان نبدأ نجهز، يلا بينا تيجي. ننزل السلم بخطوات متسارعة والخير مالي إيدينا وعنينا. المطبخ بيتحول لمصنع سعادة. الكوسة والسبانخ لسه بخيرها، بنقشر ونقطع وإحنا بنحكي حكاوي زمان. صوت التقلية، الريحة دي ريحة التقلية اللي بتوصل لآخر الشارع، هي دي علامة رمضان. حلل الألمونيوم الكبيرة دي بتشيل خير كتير وبتاخد من روحنا ومن تعبنا عشان تطلع بكل الحب ده. الرز المفلفل والصلصة المتسبكة شغل إيدين، مش بس بتطبخ، دي بتطعم القلوب. وعلى ما نخلص الطبيخ يكون حسن نزل رحلته اليومية. شوارع التسعينات ولياليها ليها ريحة مميزة، ريحة الكنافة اليدوية وهي بتترش على الصاج السخن. حسن واقف مستني علبة القطايف اللي مربوطة بالدبارة الزرقاء المشهورة، ويرجع لنا بالخير عشان نقعد أنا وهناء نحشي القطايف بالمكسرات والضحك ونجهز أحلى طبق حلو لأغلى ضيوف. الشمس بتبدأ تودعنا والسبت بيبدأ رحلته للأرض. وجبات متغلفة بالفويل وعصير تمر وسوبيا متكيس بحرفية. كل حاجة بتنزل في السبت لشباب الحتة اللي مستنيين تحت، والحلل الكبيرة بتنزل تحت سيطرة حسن والشباب. مائدة الرحمن دي هي اللي بتجمعنا كلنا، الغني جنب الفقير والجار جنب الغريب. الناس بدأت تحجز أماكنها، الصمت بيفرد جناحه على المائدة، الكل عينه على الراديو الصغير اللي في النص. وفي اللحظة دي التعب بيدوب لما نشوف أول لقمة بتدخل بق صايم وأول رشفة عصير بتبلل ريقه. بنعرف إن دي هي السعادة الحقيقية. نبص من البلكونة أنا وهناء ونبتسم. رمضان مش بس صيام، رمضان جيرة وخير ولقمة هنية بتكفي 100. رمضان كريم.